أفاد رئيس البعثة الصحية للحجيج التونسيين في البقاع المقدسة أن عدد الحجاج التونسيين المتوفين ارتفع إلى 7، بينهم أحد الحجاج الذين ضاعوا في الساعات الماضية في منى عند رمي الجمرات. وقد تمكنت الفرق التونسية المصاحبة من العثور على الكثير منهم وإعادتهم سالمين إلى مراكز إقامتهم حسب بيان لوزارة الشؤون الدينية. ومعنا مباشرة عبر الهاتف زميل طه جماعي. طه، أهلا بك. أهلا بك دلال. طه، وزارة الشؤون الدينية هنا في تونس تقول إنه تم تشكيل 3 لجان للبحث عما تبقى من الحجاج التائهين، هل عثر على المزيد؟ نعم، في كل دقيقة تقريبا، في كل ساعة إن لم نقل في كل دقيقة يصل بعض التائهين، حيث تشكلت 3 لجان من المرافقين التونسيين وتوجهوا إلى جميع الأماكن، حيث أن العدد الصحيح إلى حد الآن الباقي من التائهين يصل بين 50 إلى 20، وربما يكون العدد أكثر أو أقل. يعني هذه الحسابات. نعم طه، أسباب ضياع الحجاج، هل النقل من بين هذه الأسباب؟ نعم، النقل من بين هذه الأسباب وهو أهم سبب، لأنه تقريبا أكثر من 3 ملايين حاج يغادرون عرفات باتجاه مزدلفة، وهناك في مزدلفة تقف جميع الحافلات لأداء صلاة المغرب والعشاء، يعني جمع تقصير. وعند نزول الحجاج تقع إذن عملية التيهان، وخاصة أن السلطات السعودية عندما يقع الكثير والعديد من الاكتظاظ يغلقون عدة طرق فيوجهون الحافلات إلى طرق أخرى، وهنا نحمل مسؤولية إلى السواق الذين ربما من جنسيات مختلفة لا يعرفون الطرق الفرعية، فالضحية تكون الحجاج، ومن بينهم الحجاج التونسيين. إلى حد الآن ما زالت أيضا أفراد من الحجاج التونسيين نعم. لا نعرف عليهم أي شيء. طه، غير هذا كيف هو الوضع الصحي للحجاج التونسيين؟ بالنسبة للوضع الصحي إلى حد الآن ربما الرقم الذي وصلكم هو 7 متوفين، يعني حجاج تونسيين.